بيبدأ الفيلم مع سوبرمان وهو بيقع في القطب الجنوبي، وبنعرف انه كان في معركة ضد شخص اسمه الترا مان، ودي بتبقى اول مرة سوبرمان يخسر معركة في حياته. وبنشوفه بينزف وبينادي على الكلب الخارق بتاعه كريبتو، وكريبتو بيجي بسرعة عالية وسوبرمان بيطلب منه يوصله للبيت. فكريبتو بيشده البيت بيخرج من تحت الجليد، والبيت ده اسمه قلعة العزلة، والروبوتات اللي بتشتغل عند سوبرمان بيجوا يلحقوه وبيشغلوا رسالة قديمة لأبو وأم سوبرمان المتوفيين على امل ان الرسالة دي تهدي سوبرمان. وبيقولوا له في الرسالة احنا بنحبك جدا اكتر من اي شيء في الدنيا، احنا اخترنا انك تعيش في الارض علشان تنشر فيها السلام. لكن الرسالة مش بتكتمل علشان كانت بايظة، بينما الروبوتات فكانوا بيعالجوا اصابات سوبرمان، وهو بيكتشفوا وجود 14 عظمة مكسورة في جسمه، فبيقرروا يعرضوا سوبرمان لأشعة الشمس لانه بيستمد قوته من الشمس، وبعدها بيصبح بخير. وكان رايح يكمل معركته مع الترا مان. وفي نفس الوقت في بنت خارقة اسمها أنجيلا بتدور على سوبرمان في القطب الجنوبي، وبعد ثواني بتشوفه طير في السماء، فبتبلغ رئيسها انه اتحرك وهو كان في طريقه لمدينة متروبوليس. وبنشوف الترا مان وهو بيهدد شعب متروبوليس وبيقول لهم سوبرمان تخلى عنكم، وبيطلع ليزر من عينه وبيدمر عمارة. وبنعرف ان الترا مان ده يبقى من دولة اسمها بوليفيا، وهو جاي ينتقم من سوبرمان لان سوبرمان تدخل في شؤون دولة بوليفيا. وبنتعرف على شخص اسمه ليكس لوثر، وده مش بيكره حد في حياته قد سوبرمان، وهو اللي صنع الترا مان علشان يقتل سوبرمان. والسوبرمان بيوصل وبيشتبك من جديد مع الترا مان، وليكس لوثر كان هو المتحكم في الترا مان وبيديله التعليمات علشان يضرب سوبرمان. والترا مان بيرميه بقوة في الارض وبيقدر يتغلب عليه للمرة التانية وبيثبت انه اقوى منه، وده بسبب ان ليكس لوثر بقاله سنين بيدرس حركات سوبرمان واصبح عارف كل حركة هيعملها سوبرمان من قبل ما يعملها، وابتكر اكتر من 2500 حركة قتالية الالترامان علشان يعرف يهزم سوبرمان. وانجيلا بتتصل بليكس لوثر وبتقول له انا قدرت اوصل لقلعة العزلة بتاعت سوبرمان لكنها اختفت بالكامل في الجليد. وليكس لوثر بيأمرها ترجع حالا، وبيجي شخص عادي اسمه علي وبيقوم سوبرمان وبيقول له انت ساعدتنا كتير وجه الوقت اننا نساعدك. وبعدها الترامان بيمشي بعيد، وموظفين لوثر كانوا فرحانين علشان انتصروا على سوبرمان. والترامان بيخش البوابة زمنية معينة بتوديه لمقر لوثر. وتاني يوم بنشوف سوبرمان اللي اسمه الحقيقي يبقى كلارك، وبنعرف انه بجانب دوره كسوبرمان بيشتغل صحفي، بس بمجرد ما بيلبس النضارة محدش بيقدر يعرف انه سوبرمان. وبيشوف حارس الامن بيقرا مقال عن الترامان في الجورنال، وبيكون كلارك هو اللي كتب المقال ده. وابو وام كلارك اللي اتبنوه وهو صغير بيتصلوا بيه، وامه بتبارك له علشان المقال بتاعه نزل في الصفحة الاولى. وطبعا كلارك كتب مقال كويس لانه اكتر شخص عارف تفاصيل معركة سوبرمان والترا مان. وزميلته لويس كانت متفاجئة ان كلارك كتب مقال حلو، وبتسأله انت عرفت التفاصيل دي ازاي؟ قال لها انا قابلت سوبرمان وعملت معاه لقاء. وزميلهم جيمي بيقول في خسائر حصلت في البلد تقدر ب20 مليون بسبب الترا مان، ده غير 22 شخص دخلوا المستشفى. وبيقول ان ما كانش لازم سوبرمان يتدخل في شؤون بوليفيا لان ده رجع علينا باضرار. وبعدها بيشتغل على تلفزيون لقاء لرئيس بوليفيا وبينكر ان الترا مان يخص دولة بوليفيا، وعلاقتنا بأمريكا كانت كويسة لفترة طويلة لحد ما سوبرمان قرر يتدخل ومنعنا من احتلال دولة جرهنبور. وبنروح للوثر اللي بيجتمع مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وبيستعرض قدامهم قوة رجالته، وبيعرفهم على أنجيلا اللي بتقدر تصنع أي سلاح، والترا مان اللي بيمتلك قوة جبارة، والروبوتات بتاعتي المدرعة اللي اسمهم رابتر. والجيش ده كله محدش يقدر يقف قصادهم ويقدروا يهزموا أي كائن فضائي. ولوثر بيطلب منهم يضموا الجيش بتاعه لجيش الدولة علشان نهزم سوبرمان لانه بيتدخل بمزاجه في شؤون الدول زي ما عمل في بوليفيا. بس هما بيقولوا له ان سوبرمان وقف حرب ما بين بوليفيا وشرهنبور حتى لو تصرفاته كانت غلط بس نيته كانت كويسة. فلوثر بيقول لهم احنا ما نعرفش سوبرمان ممكن يعمل ايه، فلازم نتخلص منه وما نسمحش لوجود شخص اقوى مننا. فبترد عليه المسؤولة دي وبتقول له احنا عرفنا انك بعت اسلحة لدولة بوليفيا ب80 مليار دولار،
النار، فانت اكيد عايز حرب تحصل ما بين الدولتين علشان تفضل شغال معاهم ويشتروا منك الاسلحة، وعايز تتخلص من سوبرمان علشان ما يتدخلش في الامور دي. بس لوثر بينكر كلامها وبيقول ما ينفعش نسيب واحد بالقوة دي عايش وسطنا، وكمان بيتدخل في شؤون الدول، وبمتلك دليل انه عنده مقر سري في القطب الجنوبي وده مخالف للقوانين. لكن المسؤولين ما كانوش متفقين معاه وبيقولوا له ان سوبرمان محبوب عند الناس. لوثر قال لهم شعبيته بتقل كل يوم على الانترنت، بس الوزير بيقول احنا ما عندناش دليل ان سوبرمان شخص سيء واحنا مش موافقين على التحالف معاك. وبعدها لويس بتروح بيتها وبتلاقي كلارك موجود عندها في البيت، وبنعرف انهم مرتبطين، ولويس بتبقى عارفة بهوية سوبرمان وبتحذره ان ممكن الناس يكتشفوا هويته لانه دايما بيكتب مقالات حلوة عن سوبرمان وبيقول انه بيعمل معاه لقاءات. كلارك قال لها ما تقلقيش انا واخد بالي، وبيقترح عليها تعمل لقاء مع سوبرمان وهي بتوافق وبتشغل جهاز التسجيل. وبيتظاهروا ان لويس بتعمل لقاء مع سوبرمان وبتسأله ليه تدخلت في شؤون دولة بوليفيا. قال لها انا وقفت حرب ما بين دولتين ودمرت دبابات وطيارات دولة بوليفيا بس مفيش حد مات، وقابلت رئيس دولة بوليفيا على انفراد وقلت له لو حاولت تحتل دولة جرهنبور تاني فانا هصفي حسابي معاك انت. لويس بتسأله وتقصد ايه بكلامك ده؟ قال لها يعني هتكلم مع الرئيس بجدية اكتر. ولويس بتتعامل على انها صحفية وبتهاجم افعال سوبرمان وبتقول له انت دخلت حدود دولة بوليفيا بدون اذن ودخلت نفسك في امور تخص دول وما تخصكش، ووقفت في وش دولة على علاقة كويسة بأمريكا، وبسببك حصلت أزمات سياسية. وهو كمان بتهدد رئيس بوليفيا. سوبرمان بيقاطعها وبيقول لها أنا منعت ناس بريئة تموت من دولة جرهنبور، وانت كده بتتكلمي بعدم نزاهة وبتنحازي انحياز واضح لبوليفيا، وأنا شايف اللي أنا عملته ده كان الصح. فبتسأله هل خدت رأي رئيس أمريكا أو وزير الدفاع قبل ما تروح لبوليفيا؟ سوبرمان قال لها ما كانش في وقت أخد رأي حد، كان لازم أمنع رئيس بوليفيا إنه يقتل ناس بريئة. وهما الاتنين بيتجادلوا بصوت عالي. فلويس بتغير الموضوع وبتتكلم معاه عن الانتقادات اللي بتجيله على النت مؤخرا، وبتقول له في ناس بيشكوا فيك لانك كان فضائي. فبيقول لها ايوه انا كان فضائي ومن كوكب اسمه كريبتون، بس الكوكب ده اتدمر وعيلتي ماتوا فيه، وابويا وامي جابوني هنا علشان اساعد البشر وانقذهم من اي شر واخلي الحياة احسن في العالم، وعلشان كده انا حاربت رئيس بوليفيا. ولويس بتعرفه ان الناس على النت مطلعين عليه اسامي وحشه. فسوبرمان بيتعصب وبيقول لها دي مش الاسئله الصح اللي المفروض تساليها ليا، وبيقرر انه ينهي المقابله ويمشي. وهي بتتضايق وبتقول انا كنت عارفه ان المقابله دي مش هتنتهي على خير، وهو بياخد بعضه وبيمشي. وبعدها لوثر وانجيلا والترا مان بيوصلوا القطب الجنوبي، ولوثر بيقدر يخرج قلعه العزله من الجليد وبيخشها مع رجالته، وبيبداوا في تدمير الروبوتات بتاعت سوبرمان. وبنشوف انجيلا وهي بتحول ايديها المنشار وبتدمر بيها الروبوتات، لكن الكلب كريبتو بيعورها في وشها، بس هي بتقدر تسيطر عليه وبتغطي وشه بمادة النانت. ولوثر بيوصل لجهاز التحكم وبيطلب من أنجيلا تخترقه وتدور على أي حاجة ممكن تدمر سوبرمان، وبتسأله هنعمل ايه لو سوبرمان ظهر فجأة؟ قال لها ما تقلقيش أنا جهزت حاجة هتلهيه. وفعلا بنشوف رجالة لوثر وهم بيحرروا وحش وبيسيبوه ينطلق في شوارع المدينة. وفي الوقت ده أنجيلا قدرت تخترق الجهاز ولقت رسالة أهل سوبرمان، وبتكتشف ان الرسالة متدمرة ومش كاملة، وبتقدر تصلحها وبتكتشف بقية الرسالة وبتتفاجئ من اللي عرفته. وتاني يوم الوحش اللي اتحرر حجمه كان زاد جدا وبيسبب الرعب لأهل المدينة، والسوبرمان بيوقفه قبل ما كان هيدوس على كلب وبيبدأ في محاربة الوحش ده وبينقذ الناس منه. بس الوحش كان قوي وبيطلع نار من بقه، والسوبرمان بيطمن الأول إن الناس بخير، وبعدها بيطير لفوق وبينزل يسدد لكمة قوية للوحش وبينقذ ست قبل ما كان هيدوس عليها. وفجأة بيظهر 3 أبطال خارقين من فرقة العدالة وبيساعدوا سوبرمان في محاربة الوحش. هوك جيرل بتضربه بمطرقتها القوية في عينه، وجرين لانترن بيصنع قفازات قوية وبيسيطر عليه، وسوبرمان بيستمر في إنقاذ البشر وحتى الحيوانات، وفرقة العدالة كانوا مسيطرين على الوحش. ومستر تريفيك بيدخل قنابل لبق الوحش وبتنفجر جوه جسمه وبيموت. والأخبار بتقول إن مفيش ولا شخص مات في المعركة دي، والفضل في ده يرجع لسوبرمان، والناس كلها بتشكر سوبرمان وفرقة العدالة. لكنهم فجأة بيتصدموا لما بيشوفوا خبر على التلفزيون وكان
كان بيتقال ان سوبرمان هيموتنا كلنا، والسوبرمان بيتصدم زيهم وبيشوف لوثر في مقابلة تلفزيونية وبيعرض رسالة اهل سوبرمان على الملأ لما كانوا بيقولوا احنا بعتناك للارض علشان تصنع فيها السلام، بس بيشتغل بعدها بقية الرسالة اللي كانت بتقطع، واهل سوبرمان بيقولوا اهل الارض ناس بسيطة جدا لكنهم ضعاف جسديا وتقدر تسيطر على كوكبهم بسهولة، احنا عايزينك تتخلص من اي شخص يرفض يخدمك وتجوز ستات كتير علشان جيناتك تكمل وتمتد ويصبح كوكب الارض ده وطننا الجديد، لان كوكب كريبتون قرب يتدمر، ارفع راسنا واحكم الكوكب ده بالقوة. وسوبرمان كان في قمة الصدمة، ولوثر بيقول احذروا من سوبرمان لانه اكيد بيجهز لليوم ده، وطول السنين اللي فاتت كان بيضحك علينا علشان نحبه وبعدها يسيطر علينا ويحكم الارض، والله اعلم في كام ست حامل منه. والناس في الشارع اصبحوا بيكرهوا سوبرمان وبيرفضوه، وهو بيخش الاقرب مبنى وبيحاول يستوعب اللي حصل، وفرقة العدالة بيقولوا وجرين لانترن بيحجب الرؤية علشان محدش يشوفهم، وبيسألوه كلام اهلك ده كان صح؟ سوبرمان قال لهم انا سمعت نص الرسالة قبل كده لكن النص التاني كان دايما بايظ ووارد تكون متفبركة. مستر تريفيك بينفي كلامه وبيقول له خبراء الكمبيوتر في العالم اكدوا انها صحيحة، وسوبرمان بيستنتج ان لوثر دخل قلعة العزلة بتاعته فبيطير على هناك بسرعة. اما رئيس بوليفيا فبيطلع يهاجم سوبرمان وبيقول ان افعاله دلوقتي بقت منطقية، هو مش عاوز اي دولة تحتل التانية، هو عاوز بنفسه يحتل الكل، وانا سمعت انه معجب بستات بوليفيا وعاوز يخليهم حوامل منه. وبعدها رئيس بوليفيا بيخش اوضته وبيفتح مخبأ سري وبيعدي من البوابة الزمنية وبيقابل لوثر وهو بيقول له الرسالة المزيفة دي كانت فكرة عبقرية. لوثر قال له دي ما كانتش مزيفة، دي كانت حقيقية، انا رحت قلعة العزلة علشان الاقي حاجه تدمره، وهم كنتش اتخيل ان اللي هيدمره هيكون عن طريق ابوه وامه. وسوبرمان بيوصل لقلعه العزله وبيلاقي روبوت لسه عايش وبيساله لوثر دخل هنا ازاي والمكان مش بيفتح غير عن طريق الحمض النووي بتاعي. الروبوت بيقول له معرفش وبيموت، وبيدور على الكلب بتاعه بس كان اختفى، فبيطير باقصى سرعته وبيقتحم مكتب لوثر وبيدمر المكان وبيساله فين الكلب بتاعي. ولوثر بكل هدوء وثقه بيقول له معرفش انت بتتكلم عن ايه. وايف حبيبة لوثر كانت بتصور سوبرمان وهو بيدمر المكان وبتبعت الفيديو لقناة تلفزيونية، فبالتالي شعبية سوبرمان بتقل اكتر، والبطل الخارق بيس ميكر بينتقد سوبرمان على التلفزيون. وسوبرمان كان محبط ان اهله طلبوا منه يحتل الارض، وبيروح لبيت لويس وبيقول لها ما تنخدعيش باللي حصل، انا مش هدفي احكم الارض ومعرفش ليه ابويا وامي قالوا كده، وهي بتقول له انا مصدقاك وواثقه فيك. وسوبرمان بيقول لها وزارة الدفاع طلبت مني اسلم نفسي وانا بالفعل هسلم نفسي، جايز يودوني للمكان اللي فيه الكلب كريبتو. وتاني يوم بنشوفه بيسلم نفسه للحكومة، ورجالة لوثر بيقبضوا عليه علشان هيحبسوه في سجن مناسب للابطال الخارقين وبيسافروا بيه لمعسكر بعيد، وبعدها بيدخلوه للبوابة الزمنية وبيخش للزنزانة مع خارق اسمه جوزيف. ولوثر بيقابله وبيقول له انا صنعت الكون الموازي ده علشان اسجن فيه الابطال الخارقين، وبيعرفه بزميله في الزنزانة جوزيف وده يقدر يحول جسمه لأي عنصر في الكون، وأنا خليته معاك في الزنزانة علشان يعمل حاجة معينة. وبيأمر جوزيف يحول إيده لمادة الكريبتونايت، وبنعرف إن المادة دي هي نقطة ضعف سوبرمان، وجوزيف بيسمع كلام لوثر علشان لوثر قبض على ابن جوزيف. بينما جيش دولة بوليفيا بدأوا في احتلال دولة جارهانبور وهو بيستغلوا ان سوبرمان خلاص اتحبس. ولويس كانت بتفتش ورا لوثر وبتقول لزميلها جيمي انا عرفت من موظف في البنك ان دولة بوليفيا دفعت للوثر مليار بس تمن الاسلحة مش 80 مليار زي ما الكل عارف. ولويس بتكون مستغربة جدا وبتحاول تعرف اجابة السؤال ده، وبتعتقد ان لوثر مستفيد من احتلال جارهانبور. وبنرجع لسوبرمان ولوثر بيوريله انه كان مشغل روبوت تفضل تشتم سوبرمان على النت، وسوبرمان بيشوف الكلب كريبتو محبوس في زنزانة، وسوبرمان بيشوف مساجين تانيين في السجن. ولوثر بيقول له انا كان نفسي اقتلك بس الحكومة عايزك عايش علشان عاوزين يسألوك شوية اسئلة. بينما جيمي فبيروح يقابل ايف حبيبة لوثر وبيطلع انها بتحبه ومعجبة بيه، وبيتضح انها مش بتحب لوثر علشان بيعملها بشكل وحش، وبتقول له ان سوبرمان محبوس في سجن في كون موازي. فجيمي راح قال للويس على المعلومة دي. نرجع لسوبرمان اللي كان متأثر وحاسس بالضعف من الكريبتونايت وبيقول لجوزيف ابعد الكريبتونايت عني وهساعدك في انقاذ ابنك، بس جوزيف مش بيصدقه علشان مقتنع ان مفيش طريقة للهروب من هنا، وبيقرب الكريبتونايت من وشه علشان يسكت.
وبعدها لويس بتروح تقابل فرقة العدالة وبتحاول تقنعهم ان سوبرمان شخص كويس وبتطلب منهم المساعدة علشان ينقذوه، بس جرين لانترن وهوك جيرل مش بيقتنعوا بكلامها علشان مش عاوزين يخشوا في مشاكل مع الحكومة الأمريكية. ومستر تريفيك بيقول لهم أنا زرعت جهاز تتبع في دم سوبرمان وهو حاليا موجود في المعسكر بتاع لوثر، بس أنا مستغرب هو بيعمل إيه هناك. وبيقرر يتحرك مع لويس ويروحوا للمعسكر ده علشان يفهم إيه اللي بيحصل، وبيركبوا طيارة مستر تريفيك وبيتحركوا على هناك، بينما سوبرمان بيبان على وشه أثر الضعف من الكريبتونايت. ولوثر ورئيس بوريفيا بيجوا عنده، ولوثر بيبقى قبض على علي اللي ساعد سوبرمان في البداية. ولوثر بيقول لسوبرمان أنا عايزك تجاوب على أسئلتي وإلا هقتل علي. ولوثر بيسأله مين شغال معاك في كوكب الأرض ومين اللي رباك وانت صغير، وسوبرمان مش بيرضى يجاوب. فلوثر بيقرر يقتل علي وسوبرمان بيعيط عليه، ولوثر بيقول له بكرة هجيلك ومعايا شخص تاني ههددك بيه. وجوزيف بيتضايق على موت شخص بريء. وبعدها بيوصل مستر تريفيك ولويس للمعسكر، وجنود لوثر كانوا عاوزين يهجموا عليهم، بس مستر تريفيك بيخلق درع قوي وبيحمي نفسه هو ولويس، وبعدها بيتقاتل معاهم وبيقدر يدمرهم بأسلحته القوية، وبيقدر يفضي الطريق قدامه وبيخش الخيمة اللي دخلها سوبرمان وبيشوف البوابة الزمنية، وبيقول إن بسبب البوابة دي في ثقب أسود بيتخلق في الكون، واللي بيخش جوه الثقب ده ما بيطلعش تاني. وبيقرروا هما الاتنين إنهم يعدوا من البوابة، مستر تريفيك بيبعت أجهزة درون صغيرة علشان تدور على سوبرمان، وجوزيف بيبقى ندم على مساعدة لوثر وبيقرر يساعد سوبرمان علشان ينقذ ابنه، وبيشيل الكريبتونايت وبيصنع مادة شبه الشمس. فسوبرمان بيتعافى تماما وقوته بترجع له وبيقدر يكسر الزنزانة وبيروح يحرر ابن جوزيف، وبعدها بيحرر كريبتو. لكن روبوتات لوثر بيهجموا عليه وبيقعوا كلهم في نهر بروتون اللي ممكن يقتل أي حد يقع فيه، بس سوبرمان بيستحمل وبيدمر الروبوتات بالليزر، والنهر بيدفع سوبرمان للثقب الاسود. فجوزيف بيجي وبيحاول يسحب سوبرمان بس ما كانش قادر، فسوبرمان بينفخ هواء بيدفعهم كلهم لورا، والدرون بتوع مستر تريفيك بيلاقوا سوبرمان فكلهم بيتجمعوا وبيخرجوا من البوابة الزمنية بعد ما بتبقى اتدمرت علشان مستر تريفيك كان فاتح البوابة لوقت طويل. وسوبرمان بيشكر لويس علشان خاطرت بحياتها وجت تنقذه، لكن جسم سوبرمان بيبقى اتسمم بسبب الكريبتونايت. ومستر تريفيك بيقول للويس خديه ووديه في مكان آمن وهيتشفي في خلال يوم أو يومين، وبيسمح لهم ياخدوا الطيارة بتاعته وهو هيفضل هنا علشان يتأكد إن البوابة الزمنية اتقفلت تماما. وجوزيف وابنه بيمشوا بعيد، ولويس بتوصل سوبرمان لأبوه وأمه اللي اتبنوه وبيخلوه ينام في السرير. وفي نفس الوقت لوثر بيتعصب جدا لما بيعرف إن سوبرمان هرب وبيشتم إيف وبيأمرها تخرج، وإيف بتتضايق جدا وبتعيط وبتقرر تدي لجيمي معلومات تدمر لوثر، وجيمي بيبعت المعلومات دي للويس، ولوثر بيحاول يصلح البوابة الزمنية، ومستر تريفيك كان بيحاول يمنعه لكنه بيفشل، والبوابة بالفعل بتتصلح بس بيحصل تصدع في الأرض والبوابة الزمنية بتمتد. ولوثر كان قاصد ده يحصل علشان سوبرمان يظهر ويحل الكارثة دي. والصبح سوبرمان بيصحى وبيكون حالته اتحسنت، وابوه بيجي يقعد معاه وبيبقى فاهم ان سوبرمان متضايق علشان رسالة ابوه وامه، وبيقول له اختار بنفسك انت عايز تكون مين، وافعالك هي اللي هتخلي الناس تعرف انت مين، انت ما تعرفش قد ايه انا فخور بيك. وسوبرمان بيتأثر بكلامه وبيشوف على التلفزيون دولة بوريفيا وهم بيجتاحوا دولة جرهنبور، واهل جرهنبور بقوا مضطرين يدافعوا عن نفسهم باسلحة بدائية، وبيعلقوا علم عليه شعار سوبرمان وبيستنجدوا بيه وبينادوا باسمه. وسوبرمان بيتأثر بشدة وبقى عنده النية يروح ينقذهم، بس مستر تريفيك بيتواصل معاه من خلال الدرون وبيقول له في مشكلة أكبر حاليا، وإن التصدع بتاع بوابة الزمن بيمتد بسرعة ورايح للمدينة، وكده الكوكب كله ممكن يخش في الثقب الأسود، وبيتم عمل إخلاء فوري من السكان للمدينة. وفي الوقت ده لويس وجيمي بيشرحوا كل حاجة لرئيسهم في الشغل بيري، وبيحكوا له بالمعلومات اللي خدوها من إيف، وإن هدف لوثر من البداية هو احتلال جرهنبور علشان رئيس بوريفيا مضى على اتفاقية انه يبيع نص بوريفيا للوثر، ويصبح لوثر هو الحاكم للدولة دي ويبني فيها دولة متطورة تكنولوجيا، ومن ضمن اهدافه الاساسية هو القضاء على سوبرمان. ومش بس كده، الترا مان بيطلع انه من اتباع لوثر، وبيري بيأمرهم ينشروا كل التفاصيل دي على النت.
وبعدها بنشوف التصدع بدأ يقرب من المدينة وبيخش يقسم العماير نصين، والمدينة بتصبح في حالة فوضى. وفي عمارة كانت هتقع على واحدة ست بس بيوصل المنقذ سوبرمان، ومستر تريفيك بيقول لسوبرمان لوثر الوحيد اللي يقدر يوقف التصدع. لكن بعد ثواني الترا مان وانجلا بيهجموا عليهم، ومستر تريفيك بيفقد الوعي من اثر التصادم، وبالتالي الترا مان وانجلا بيتحدوا على سوبرمان. وفي البداية سوبرمان كان متفوق عليهم، بس الترا مان بيقدر يوقعه، وانجلا بتدخل جوه جسمه مادة النانت بتاعتها، وسوبرمان معرفش يتخلص من المادة دي اللي بتبدأ توصل لعينيه وللرئتين، وبكده الليزر بتاع عينه هيتعطل ومش هيقدر يتنفس وهيموت. والسوبرمان بيقرر يطير لأعلى، وانجلا والترا مان بيطيروا وراه وبيمسكوه، والسوبرمان بيطلع بيهم للفضاء. وبأمر من لوثر انجلا بتغطي جسم سوبرمان كله بالنانت، بس سوبرمان بينزل بسرعة هايلة ناحية الأرض، وهما التلاتة بيصطدموا بالأرض بقوة شديدة، وانجلا بتفقد الوعي من قوة التصادم، وسوبرمان مش بيتأذي علشان كان محمي بالنانت. وبما ان انجلا فقدت الوعي فالنانت ما بقاش شغال، وسوبرمان بيخرجه بالكامل من جسمه. اما الترا مان فبيشيل القلاع بتاعه اللي اتدمر، وللمفاجأة بيطلع له نسخة طبق الاصل من سوبرمان. ولوثر بيقول لسوبرمان انا استنسخت نسخة منك من خصلة شعرك وحصلت عليها من معركة قديمة ليك. وسوبرمان بيفهم ان لوثر استخدم النسخة دي في الدخول لقلعة العزلة، لان النسخة دي بتمتلك الحمض النووي بتاعه. والترا مان بيفتح عليه الليزر وبيهجم عليه بشراسة، ولوثر كان فرحان وهو فخور بذكائه. بينما جيش بوريفيا فكانوا بيقتلوا في اهل جارهانبور الابرياء، وكل الناس بيطلعوا يجروا ما عدا الطفل ده اللي كان ماسك علم سوبرمان ومتمسك بامل ان سوبرمان يجي وينقذه. والسوبرمان بيقدر يمسك زمام الامور وبيطير الترا مان بعيد، وبيقول للوثر خطتك في بوريفيا هتفشل علشان في اصدقاء ليا هيتدخلوا. وبنشوف قبل ما الجيش كانوا هيقتلوا الطفل بيتخلق حاجز اخضر حوالين الطفل، وبيطلع ان جرين لانترن وفرقة العدالة وصلوا وبيشيلوا هجوم كاسح على جيش بوريفيا. وبنشوف ان جوزيف كمان انضم لفرقة العدالة. ورئيس بوريفيا لما عرف اللي حصل كان عاوز يهرب، بس هوجر اللي بتجيله وبتقبض عليه وبترميه من مكان عالي وبتسيبه يموت. وبنرجع للمعركة ما بين سوبرمان والترا مان، والترا مان كان مسيطر على القتال بالطول والعرض، ولوثر بيؤمر الترا مان يفتح الليزر على سوبرمان وبينزل عليه بضربات قوية، بس سوبرمان بينادي على كريبتو اللي بيجي بسرعة يهجم على الترا مان، وبعدها بيدمر الكاميرات اللي لوثر بيستخدمها علشان يتحكم بالترا مان. وبالتالي الترا مان ما بقاش بياخد الاوامر من لوثر وبيتضرب بكل سهولة من سوبرمان. ولوثر كان هيتجنن وبيقرر يبعت روبوتات الرابتر، بس سوبرمان بيدمرهم كلهم ومش بياخدوا في ايده غلوة. لكن الترا مان بيرجع تاني وبيتقاتل مع سوبرمان، بس سوبرمان عرف يدخله للثقب الاسود وبيخلص منه تماما. ومستر تريفيك بيجي يفكروا ان لسه التصدع ما انتهاش، فسوبرمان ومستر تريفيك بيقتحموا مقر لوثر، ولوثر بيشتم سوبرمان وبيقول عليه فضائي. فسوبرمان بيقول له انا انسان زي كل البشر وعندي مشاعر وبواجه تحديات في الحياة. ولوثر بيقول له ما تنساش ان الحكومة ادوني امر اني اقتلك. ولوثر مش بيلحق يكمل كلامه وكريبتو بيتدخل وبيهجم عليه، ومستر تريفيك بيخترق اجهزة لوثر وبيقدر يوقف التصدع بنجاح. بينما لويس وزمايلها كانوا نشروا كل الدلائل اللي بتقول ان لوثر كان متفق مع رئيس بوريفيا، وكل الاخبار بقت بتتكلم عن الموضوع ده وبيتأسفوا لسوبرمان وبيقولوا انه البطل بتاعنا. ولوثر بيعيط وبيحس بخيبة امل، وشعب جارهانبور بيحتفلوا مع فرقة العدالة، والحكومة بتقبض على لوثر. وبعدها سوبرمان كان صنع روبوتات جديدة لقلعة العزلة وبتخش عليه بنت عمه سوبر جيرل، وكريبتو بيفرح لما بيشوفها وبيطلع ان الكلب ده بتاعها هي اصلا. وبعدها سوبرمان بيتفرج على ذكرياته وهو صغير مع العيلة اللي اتبنته وبيفرح جدا لما بيفتكر الذكريات دي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عايزيننا نعمل افلام تانية لسوبرمان قولوا لنا تحت في الكومنتات، وما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل10,000 لايك، وما تنسوش